ما الهدف من تهديدات وحدات شرق كردستان يارك الجناح المسلح لحزب الحياة الحرة الكردستاني بجاك لشعب روجهلات كردستان؟ أصدرت وحدات يارك الذراع العسكري لبجاك في روجهلات كردستان بيانا حذرت فيه المواطنين المدنيين، حيث تم تهديد المواطنين المتوجهين إلى جبال زاغروس بالقتل، قائلا إننا ندعو شعبنا إلى التصرف بمسؤولية، وفي هذه الحالات ستقوم وحداتنا بما هو ضروري ولن نكون مسؤولين عما سيحدث. هدنة وقف إطلاق النار التي أعلنتها بجاك تجاه إيران أكملت عامها الثاني عشر، لكن يبقى تهديداتها تطارد أبناء جبال زاغروس. حذرت وحدات يارك في بيانها المواطنين المتوجهين إلى جبال زاغروس للصيد والسباحة وتسلق الجبال ورعي الأغنام. خاطب بيان الوحدات الرأي العام الكردي مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم وهم أنفسهم مسؤولون عما سيحدث لهم. زعمت الوحدات في بيانها أن الدولة الإيرانية شغلت المرتزقة والجواسيس للكشف عن أماكن تواجد مقاتلي الجريلا واستهدافهم في تلك المناطق التي يتواجدون فيها، وذلك عبر جواسيس على أنهم صيادون أو سياح أو أتوا لتسلق الجبال وغيرها الكثير من الوسائل والطرق. سلسلة جبال زاغروس هي مصدر حياة شعب روجهلات كردستان. تضم سلسلة جبال زاغروس التي تحدثت عنها وحدات البككة جبال مكريان، كابيركو، مانيشت، باراوا، آجوان، دالاهو، وشاهو، وكوسلان، غلبرت، وشانشين، وتشلشما، دالامبر، وكلاشين، وحتى منحدرات عورين. توجد أكثر من 1000 قرية وبلدة في المنطقة المحيطة. يكسب القرويون قوتهم من خلال تربية الحيوانات وجمع النباتات والأعشاب في هذه الجبال، أي أن سلسلة جبال زاغروس التي منعت وحدات يارك الأهالي من التوجه إليها هي مصدر الحياة بالنسبة للشعب الكردي في المنطقة. كما تتم ممارسة الأنشطة الرياضية في بعض المناطق الجبلية هناك في الكثير من الأحيان، وليس بالإمكان أن يعيش الناس في هذه المناطق بعيدا عن هذه الجبال، وهذا ما يعني قطع شريان الحياة بالنسبة لهؤلاء الناس. في بيان يارك هذا زعمت هذه القوات إيران تريد تصفية قوات يارك، لكن الحقيقة أنه على مدى السنوات 12 الماضية كان الوضع مغايرا تماما، فتمركز بجاك والكيانات التابعة لها في روجهلات كردستان كانت وفق مخطط إيراني مدروس وتمركز مدعوم إيرانيا، هذا بإيجاز. فالكيانات التابعة للبكك في روجهلات كردستان تعمل تحت مسميات شتى تحت مظلة كودار، منها بجاك الذي يلعب دور حزب سياسي، وهناك كجر تلعب دور الحركة النسوية، كما أن هناك منظمة الشبيبة كجر، كما أن يارك هي ذراعه العسكري المسلح. فمنذ تشرين الأول عام 11 أعلنت البكك هدنة وقف إطلاق النار تجاه إيران، وهذا ما يؤكد قادة البكك أنفسهم خلال كل فرصة مناسبة. كذلك ومنذ ذلك الحين حاولت البكك منع التنظيمات والأحزاب الكردية في روجهلات كردستان من عبور الحدود الإيرانية، وقامت بشكل دوري بمهاجمة القوات التي أرادت العبور إلى روجهلات كردستان، وأن يارك أصبحت جزءا من قوات الحرس الثوري الإيراني في حماية الحدود، علما أن هدنة البكك تجاه إيران كانت في الفترة الأكثر تعقيدا وفوضى في الشرق الأوسط عموما، بل باتوا حراسا يحرسون الحدود الإيرانية. كان لاندماج البكك في أجندة إيران في الشرق الأوسط أثر سلبي للغاية على نضال روجهلات كردستان، ومن أجل إبعاد شعب روجهلات كردستان التواق إلى الحرية عن النضال حاولت البكك خلق تشويه فكري وسياسي في عقولهم وأذهانهم، فلعبت أسوأ الأدوار في النقاشات الدائرة حول علم كردستان وتاريخ جمهورية مهابات. تعرضت مقار أحزاب روجهلات كردستان في كويا وبردي على بعد أكثر من 140 كيلومترا عن الحدود للقصف الإيراني العنيف والمتوالي. كذلك وجهت الدولة الإيرانية تهديدات جدية في العديد من المرات لحكومة كردستان بإبعاد هذه الأحزاب عن الحدود، علما أن الكيانات التابعة لبجاك تمركزت منذ البداية في بنجاوين وغيرها العديد من المناطق، وأقامت نقاط جماركية وفرضت إثاوات على الناس على بعد كيلومتر واحد فقط من قوات الحرس الثوري الإيراني. ورغم كل هذا التقارب الملحوظ لم تكن هذه القوات يوما هدفا للدولة الإيرانية، بل تعملان معا كقوتين متحالفتين ضمن إدارة واحدة. وكذلك في مناطق مثل كوسلان ومريوان تنتقل هذه الوحدات العسكرية بين القرى بشكل يومي، وعلى الرغم من اندلاع اشتباكات طفيفة بين الحين والآخر مع القوى المحلية، إلا أن البكك والمخابرات الإيرانية تقطعان السبل أمام تصعيد هذه الخلافات، بل وتستثمرانها لإخفاء علاقاتهم السرية وتحالفاتهم.
بعد طرد الأحزاب الكردية لرجالات كردستان من المنطقة الحدودية، تحاول الدولة الإيرانية الآن ردم هذا الفراغ في رجالات كردستان بالتمركز بجاك فيها، ولأن الشعب الإيراني سياسي للغاية ومرتبط بالسياسة بشكل كبير. تحاول إيران تغلغل بجاك بين الشعب وتمركزه هناك على أي حال. لهذا يقوم بجاك بحملاته الدعائية في كل مكان، زاعما انسحبت عموم أحزاب رجالات كردستان، لم تكن تملك إرادة، نحن فقط من يدافع عنكم. لكن الحقيقة هي أن الحزب الديمقراطي الكردستاني إيران والأحزاب الأخرى في رجالات كردستان لديها أسس متينة للغاية، ولا تستطيع الباكك التأثير على الشعب رجالات كردستان بهذه الدعاية الإعلامية وحدها. ولهذا وعندما لم تكتفي الدعاية فقط في التأثير على الشعب، أطلقوا التهديدات بالقتل لترهيبهم وتخويفهم، ونتيجة هذه المخاوف اضطر الناس لتوطيد علاقاتهم بشكل طبيعي مع وحدات بجاك يارك المحلية، ويضطرون لموافقتها للتوجه إلى الجبال. لذلك ستشهد الأيام المقبلة اتهامات الفقراء من القرويين بالتجسس والعمالة والقتل كعقوبة من قبل يارك. والحقيقة هي أن باكك هي نفسها من تتجسس لصالح إيران، ولا حاجة لإيران إلا قروي يتجسس على باكك. فأعظم جاسوس إيراني هو جميل بايك، وجميع مسؤولي وقادة الاطلاعات الإيرانية يعتبرونه صديقا ويحترمونه. شارعت الباكك بجاك بهدنة وقف إطلاق النار تجاه الدولة الإيرانية. هذه العملية ليست هدنة لوقف إطلاق النار، بل هي في الأساس دعم لإيران. لم يقتل جندي إيراني واحد منذ 12 عاما، فلا ندري ما هي الأنشطة التجسسية التي تتحدث عنها الباكك. ما حصل لا يعد كونه ترهيبا لشعوب المنطقة. وبوجود هدنة وقف إطلاق النار، يا ترى لماذا تحاول وحدات يارك تحريم شعب رجالات كردستان من غلة جبال زاغروس؟ إن رؤية وقراءة بيان يارك من هذا المنظور يوضح ما تديره هذه الوحدات من حرب نفسية قذرة بحق أبناء الشعب الكردي في رجالات كردستان.